بورق بعجينة مقرمشة وهشة وبمقادير كلش بسيطة. يعني إذا حايرة بالعشاء فهذا أطيب عشاء ممكن تسويه. وشوفوه ما شاء الله أبد ما يشرب زيت. أول شي عندي الطحين، ضفت له ملح وضفت نص كوب زيت ونخلط المكونات، وراح نضيف المي بالتدريج ونعجن. يعني المكونات عبارة عن بس طحين وملح وشوية زيت. نعجن كلش زين إلى أن تصير العجينة مثل ما تشوفوها يعني شوية مطاطية. بعدين نحط شوية زيت بالكاسة ونغطيها. العجينة ما بيها خميرة، ومقاديرها بالتفصيل تلقوها أسفل الفيديو. تركتها ترتاح تقريبا ساعة ساعتين ثلاثة، ايش قد ما تقدرون خلوها عادي. كل ما ترتاح كل ما تسهل عليكم الشغل، راح تكون مريحة وسهلة بالفرد. هنا ارتاحت العجينة وقطعتها، يعني شنقتها ومسحت الكاونتر بالزيت وبديت أفتحها. أهم شي تفتحوها كلش خفيفة لأن هي ما بيها خميرة، فحتى ما تصير داخلها عجين. ومن تلفوها خلوها راهية لا تنقوها زايد، يعني يصير هوا بداخلها. وآخر شي نقلي بزيت غزير وحار. سويت كمية كبيرة وشلت من عند الباقي، خليته بصينية وجمدته، ومن جمد فرغته بأكياس واحتفظت به ويبقى عندي فترة طويلة. وهذا شكله بعد القلي مقرمش وذهبي وكلش هش وكلش طيب. لازم تجربون هذه الوصفة، وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسون اللايك والمتابعة، وبالعافية.